انت برضو احنا في مشهد دلوقتي. يلا اتفضل. في اكثر من جزئيه مهمه جدا. اتفضل. احنا عندنا جزئيه، ليه حسام حسن مش قادر حتى الان يرتدي يونيفورم او بدله مدرب منتخب؟ يعني حتى الان من اول يوم، من اول مؤتمر وهو قاعد يتكلم قدام الصحفيين ومفكر في جلسه وديه، والتصريحات اتقالت والكلام ده. مع كل جلسه مع الاعلام او جلسه بيطلع فيها لازم بيختلق تصريحات، مش قادر حتى الان ان يلبس يونيفورم. اصل القصه مش فنيا ولا تدريبيا الملعب بس، لا انت مدرب عليه في قواعد لازم او رولز تمشي عليها في الكلام، في التصريحات، في اشياء كثيره. انت بتمثل منتخب وطن، مش بتمثل نادي هنا ولا هنا، والكلام ده كله داخليا ده بنعمله مع بعض. انما انا مدرب منتخب مصر لازم ارتدي هذه، لازم يكون عنده حد يديره شويه في مساله ان انا يعني ايه التعامل مع الناس، سيبك من الملعب والكلام ده. دي جزئيه مهمه جدا. تصريحاته انعكاس لشيء مهم اخر، وهو شعوره بعدم الامان، وده طبيعي. هو حاسس لغايه دلوقتي رغم النتائج وانه حقق، بصراحه متعاطف معاه في الحته دي.